السلام عليكم يا أحلى متابعين. معكم أخوكم عبد الرحيم من قناة الفاسي أوفيسيال. اليوم جيت وجبت لكم قصة أو موضوع اللي غادي يخليكم جالسين على أعصابكم. قبل ما نبداو، إذا كنتي أول مرة كتشوفنا ما تنساش ديك اللايك والاشتراك باش تكبر العائلة ديالنا. يلا نفعلوا الصفحة ويلا نبداو. قصة الحاج ثابت هي واحدة من القصص اللي بقات محفورة في ذاكرة المغاربة، ماشي غير حيت بطلها كان مسؤول أمني كبير، ولكن حيت كشفت على عالم خفي ديال استغلال النفوذ والظلم. البداية والصعود. محمد مصطفى ثابت، المعروف بالحاج ثابت، كان عميد ممتاز في الدار البيضاء. كان كيبان قدام الزملاء ديالو والناس إنسان جدي، واعي في الخدمة وعنده كلمة مسموعة. هذه الهيبة خلاته يجمع نفوذ كبير بزاف، لدرجة أن بزاف من الضحايا ديالو كانوا كيخافوا غير من السمية ديالو. الشقة المشؤومة. ثابت كان كيمتلك شقة في شارع عبد المؤمن بالدار البيضاء. هذا الشقة كانت هي المصيدة فين كيستدرج النساء. الغريب في الأمر هو أنه كان مهووس بالتوثيق، ركب كاميرات خفية وكان كيسجل كل شيء. هذه الفيديوهات ما كانتش غير للهواية، بل كانت وسيلة باش يبتز بها الضحايا ويضمن أنهم ما يقدروش يحلوا فمهم قدام البوليس أو العائلة. الخيط اللي قطع السلسلة. في سنة 1993 الأمور بدأت كتخرج عن السيطرة. واحدة من الضحايا تشجعت وقررت تمشي تقدم شكاية، رغم أن الشكاية في الأول واجهت صعوبات حيث المشتكى به كوميسير كبير، إلا أن الإصرار ديال القضاء والتعليمات الصارمة خلت البحث يبدأ. الصدمة الكبرى. فاجتهمت فرقة أمنية الشقة ديالو، لقوا مشهد كيشبه أفلام الرعب. أكثر من 1000 شريط فيديو VHS مستفى ومرقمة بدقة، كل شريط فيه قصة استغلال لضحية معينة. عدد الضحايا وصل لأرقام خيالية، كيتقال أكثر من 1500 ضحية، فيهن طالبات، متزوجات وحتى قاصرات. المحاكمة والنهاية. المحاكمة كانت زلزال حقيقي في المغرب. القاعة كانت عامرة والتغطية الإعلامية كانت غير مسبوقة. ثابت حاول يدافع على راسه بشتى الطرق، ولكن مواجهته بالأشرطة اللي سجل بيده كانت الضربة القاضية. في مارس 1993 صدر في حقه حكم الإعدام، وفي غشت من نفس العام تم تنفيذ الحكم بالرصاص، لتكون هذه هي آخر مرة يتم تنفيذ حكم الإعدام في تاريخ المغرب الحديث، وتطوى صفحة من أظلم الصفحات الأمنية والأخلاقية. وهكذا كانت حكاية الحاج ثابت، قصة اللي بيّنت لينا بل الظلم وخيطول تصل اللحظة التي ينفدح فيها المستور ويرجع الحق لأصحابه. قضية ثابت بقات محفورة في ذاكرة المغاربة كأكبر درس في استغلال النفوذ، وعبرة لكل واحد يعتقد باللي سلطته